السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا متابعين قناتي وصفات روما وبناتها. النهارده جايه عامله لكم كيكه بدون دهون، صحيه، بدون سكر، بدون زيت. شايفين القمر؟ يلا بينا بقى نشوف الوصفه الصحيه دي. القمر دي اتعمل ازاي؟ وانا هنا قطعتها عشان اطلع لكم منها قطعه كده تشوفوها. عايزه اقول لكم انها لسه سخنه، بس هي طريه جدا وطعمها حلو جدا، والموز زي ما انتم شايفين باين فيها. هتعجبكم جدا ريحه وطعم، بالاضافه كمان ان هي صحيه، فده هيديها قيمه غذائيه عاليه جدا. يلا بينا بقى نشوف القمر ده اتعمل ازاي. في الخلاط هنحتاج 3 موزات صغيرين وممكن موزتين كبار. هنحط عليهم 2 بيضه وعليهم معلقه كبيره من الخل. بعد كده هنضيف كوبايه كبيره من الشوفان الحبه الكامله. بعد كده هنضيف نص مج من الميه، ممكن نستبدلهم باللبن. معلقه كبيره من سكر دايت استيفيا. برضو هحتاج معلقه كبيره من اي نوع بيكنج باودر. وبعد كده هبدا اضرب المكونات دي كلها كويس جدا في الخلاط. هحتاج لطاجن مدهون بماده دهنيه، زيت او سمنه. اصب فيه الخليط بعد ما ضربته كويس جدا في الخلاط. بعد ما الخليط اصبح جاهز معايا ان انا ادخله الفرن على درجه حراره 180، هبدا اضيف له كده شوكليت شيبس، ودي حسب الرغبه طبعا. ممكن نستغنى عن النقطه دي. انا مسخنه الفرن من 5 دقايق كده. هيخرج الطاجن من الفرن هوريه لكم. ده بيبقى شكلها كده اول ما بتخرج من الفرن. بعرف ان هي استوت ازاي، بحط كده السكينه او خله، اول ما تطلع نظيفه كده بعرف ان هي استوت. له معلقه كده من الهيلث بريد، وبرده هضيف رشه من السوداني. اظن الوصفه جميله وسهله وبسيطه جدا، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. تحياتي، هتوحشوني. باي باي.